جمعة طيبة عليكم وبعود الأيام دايما بخير يا رب، وانتم متهنيين وسعدة وفرحانين ومحققين كل اللي نفسكم فيه. بداية يوم الجمعة ده اليوم أصلا نفسه كله بيكون بركة. اوعي تنسي نفسك وسط الزحمة بقى ووسط البيت والشغل والأكل، لا، يوم الجمعة ده اعتبريه أجازة، أكل بسيط، حاجة بسيطة، وابدأي يومك كده مشغلة القرآن الكريم. وأنا من عشاق قناة مكة المكرمة، أشوف شكل المعتمرين، ربنا يجعل لنا نصيب من العمرة والحج يا رب. وكمان تشغلي قرآن في البيت وتبخري كده، ريحة تبقى حلوة. واليوم ده حتى لو هتعملي أكلة خفيفة كده كده يبقى كل صاحب براحته، بنعمل فطار حتى لو فطار خفيف أو بسيط، أو انتي ما تشغليش بالك. أهم حاجة انك تصلي على النبي 1000 مرة وتقرأي سورة الكهف، تحسي ان انتي اغتنمتي اليوم وطلعتي مستفيدة منه، مش نسيتي نفسك وسط الزحمة وسط اليوم وسط الحاجات الكتيرة اللي ما بتخلصش. المواعين ممكن تتأجل، ترويق البيت ممكن يتأجل شوية، اللي لو اتأخر شوية انك تنشري الغسيل او تلمي غسيل او ايا كان اي حاجة بتعمليها. لكن فضل يوم الجمعة وبركات يوم الجمعة ما بتتعوضش. اليوم هيروح منك ويعدي، لا، يعني خلي اولوياتك الاول في اهتمامك نفسك، من ضمن ان انت تكوني مش مقصرة دينيا في حق نفسك، وتلاقي نفسك اليوم لهاكي واليوم عدى بيكي من غير ما تعملي اي حاجة وتطلعي مستفيدة. شوية شاي بنعناع، بيض، فول، طعمية، جبنة، اي حاجة لو كانت اقل من كده او اكتر من كده اعملي، ما تستخسريش في اهل بيتك. يا رب دايما تكونوا سعداء وفرحانين ومتهنيين. وكل طالبة منكم ان انتوا تقفوا معايا في قناتي وتشتركوا فيها وتحطوا لايك وكومنتات كتير عشان القناة تكبر بيكم وليكم، ونقدر نصور حاجات كتير حلوة مع بعض، واتشجع واتحمس، والفترة اللي جاية تكون حلوة لينا كلنا ونكون مبسوطين وفرحانين، ونعمل حاجات كلها تكون طاقة إيجابية. ربنا يملى بيوتكم كلها بالستر والصحة وراحة البال والطمأنينة وجبر الخاطر، وتطلعوا دايما مجبورين داخلين على أيام مفترجة. وإن شاء الله ننوي نية الصيام ال9 أيام من ذو الحجة مع بعض بإذن الله، ناخد الأجر والثواب ونطلع دايما من الكسبانين والربحانين. ورجائي منكم تاني ان انتوا تقفوا معايا في قناتي وتشتركوا فيها وتكتبوا لي كومنتات حلوة عشان استمر بيكم وليكم. بحبكم.